التلميذ كيتابع الدراسه ديالو في الليسي في العمر ديالو 16 سنه، وكان خصو يدوز واحد ستاج دوزو في واحد المحل خاص بالاثاث والديكورات. لو جيرون كان محتاج شي واحد اللي يساعدو باش غادي يخوي واحد الكاميو جايب السلعه. هاد السلعه اللي جايبينها في الباليطات، وكل باليطه عامره ب 60 كرسي تقريبا. حاولوا باش غادي ينزلوا واحد الوقيته هذوك لي باليط بقاو تيتزعزعوا، بغاو يعتقوا الموقف باش الباليطات والكراسه ما يطيحوش ويتهرسوا. وهذا الولد اللي في العمر ديالو 16 سنه حاول يعتق الموقف، بغا يشد الباليطه ساعه. المشكله هو الباليطه ترجع عليه وكيطيح. في الوقيته اللي طاحت عليه كان باقي ما فقدش الوعي ديالو، يعني كان باقي عايش. كان تدخل سريع ديال الاسعافات، خداوه للمستشفى لكن ما دوش بزاف حتى تعلن على الوفاه ديالو. تفتح تحقيق في القتل غير العمد في الاطار ديال العمل. حاليا ما كاينش شي حاجه رسميه اللي كتاكد السبب ديال هذا الحديث واللي ادى للوفاه ديال هذا الشاب اللي في العمر ديالو 16 سنه. مصرا فقط باش غادي يدوز واحد ستاج، صدق ما راجعش للدار ديالهم. فهاد الشيء بطبيعه الحال اثر على الناس اللي كانوا مأطرينه في الستاج ديالو. الناس تاثروا كذلك في الليسي والزملاء ديالو. خلاص ما نهضروش على العائله ديالو اللي كانت فعلا متالمه لهذا الشيء اللي وقع. شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق؟